السلام عليكم، أهلا بكم في قناة كروشيه الملكة. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض طريقة عمل سيفتيت للشعر أو ربطة شعر، وبرضه نفس الطريقة ونفس الشغل ينفع تعملي بيه حزام كروشيه. هنشرحه مع بعض إن شاء الله بطريقة سهلة ومبسطة، وإن شاء الله الفيديو ده يعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو، ويلا بينا نبدأ مع بعض. الأدوات اللي هحتاجها معايا، هحتاج أي توكة عندك، هي تبقى الأستيك دي، وطبعا إبرة كروشيه مناسبة لحجم الخيط. هعمل أول حاجة عقدة البداية بالشكل ده، وهجيب التوكة بتاعتي امسكيها بقى بالطريقة اللي تريحك، وهاجي بس أول طلعة بس هطلع من الغرزتين اللي عندي ده في البداية بس. هعد كده، دي أول غرزة، لو أعرف أنضف وأنا ماشية يبقى تمام قوي. هسحب خيط، دي رقم 2، هطلع من أول فتلة بس، ورقم 3 هطلع من أول فتلة بس، سوري مش بناخد فتلة على الإبرة. رقم 3 هطلع من أول فتلة بس، و4 هطلع من أول فتلة، و5 هطلع من أول فتلة، و6 7 8 9 وآخر حاجة 10. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أنا عايزة يكون عندي 10 غرز على الإبرة. هسحب خيط وهطلع من أول واحدة بس، بعد كده هسحب خيط وهطلع من 2، وأسحب خيط وأطلع برضو اتنينات كده، الأولانية بس اللي بطلع من أول واحدة، 2. ده اللي هو الكروشيه التونسي، طبعا بيكون ليه إبرة مخصوص، لكن بالطريقة دي احنا مش محتاجين إبرة كبيرة. كده البداية خلاص. هسحب خيط كده بالشكل ده، وهبدأ أدخل هنا في أول فراغ عندي، هاخد فتلة على الإبرة وأدخل هنا وأسحب، وأعد 1 2 3 4 5 6. بعد كده هدخل في كل غرزة من اللي عندي موجودين وهعد، هدخل فيها كده من قدام، وهبدأ أسحب كده 1 وأدخل في اللي بعدها 2، وأدخل في اللي بعدها وأسحب كده 3 4 5 6 7 8. بعد كده هدخل في الفراغ الأخير عندي وهعمل زي الأول، دي صدفة، هسحب خيط كده 1 2 3 4 5 6، وهبدأ بقى أطلع، هسحب خيط وهطلع من نص المجموعة اللي عندي دي بالنظر كده، مش هنعد غرز معينة، سواء في واحدة أكبر من واحدة مش هتحس إن في فرق خالص ما بين الجزئين. هسحب كده خيط وهطلع من نص الشغل أو نص المجموعة دي كده بالنظر، وهاخد سلسلة بالشكل ده كده. قفلت على المجموعة الأولى، بعد كده هسحب خيط وهطلع من المجموعة التانية. نخلي بالنا ما ناخدش خيط من ال8 اللي عندنا هنا، غالبا أنا كنت واخدة واحدة معايا زيادة. بعد كده مش هقفل عليهم، لأ هسحب خيط وهطلع من أول 2 مع بعض كده، 1 2 3 4 5 6 7 وآخر حاجة ال8. وبعد كده هطلع من نص المجموعة دي كلها، وهاخد سلسلة كده بقفل عليها، وبعد كده هطلع من باقي المجموعة اللي عندي وهقفل عليها بالشكل ده. كده أول دور أو أول سطر خلص معانا. بعد كده هسحب الإبرة لفوق كده شوية، وأدخل في نص الصدفة دي وأبدأ أعد برضو 1
2 3 4 5 6. وهدخل كده من قدام الغرز، هعد 1 2 3 4 5 6 7 8. وهاخد خيط وهدخل في نص الصدفة اللي بعدها، وهبدأ أعد 6 برضو. 1 2 3 4 5 6. وهطلع كده من نص الشغل بالنظر، وهقفل عليهم بغرزة سلسلة. بعد كده هطلع من المجموعة التانية كلها، وبعد كده هاخد فتلة وأطلع من أول 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. وهاخد فتلة وأطلع من نص الشغل بالنظر كده وسلسلة، وبعد كده هطلع منهم كلهم مرة واحدة وبقفل عليهم. هنكرر المجموعة دي، هتبقى 4 مرات. ده كده السطر التاني. هنشتغل السطر التالت والرابع، وبعد كده هنعمل التناقص. هشتغل معاكم برضو السطر التالت بنفس الطريقة. 2 3 4 5 6. وعندنا 1. طبعا ده كروشيه تونسي. 2 3 4 5 6 7 8. طبعا يفضل تعيدي وانت بتشتغلي عشان ما تلاقيش في الاخر في غرزة ناقصة معاكي، هتغير لنا الشكل كله. وهنا هاخد برضو 6 مرات شغل في نص الصدفة، عاملة زي غرزة الباف، نفس طريقة غرزة الباف واحنا بناخد الخيط. هسحب خيط واطلع من نص الشغل وغرزة سلسلة. بعد كده هاخد فتلة تانية واطلع من المجموعة التانية كلها، وبعد كده هبدأ اعد التمن. 1 2 3. لازم تعدي على فكرة، عشان ممكن في الاخر تلاقي فيه غرزة ناقصة معاكي او فيه غرزة زيادة. لو فيه غرزة زيادة فدي هناخدها تناقص ومش هتعملنا اي مشكلة، لكن لو فيه غرزة زيادة، لو فيه غرزة ناقصة دي اللي هتبقى فيه مشكلة شوية. هقفل عليهم وهشتغل السطر اللي بعد كده. اشتغلته خلاص. دلوقتي هنبدأ نشتغل التناقص مع بعض. هسحب خيط كده وهدخل هنا عادي. هنا دي ثابتة خلاص. هاخد 6 فتلات جوه. اللي بعدها بقى هاخد فتلتين مع بعض. ادخل كده فتلتين اماميتين واسحب خيط كده رقم 1. هدخل في 2 واسحب كده رقم 2. هدخل في فتلتين وكده رقم 3، وهسحب فيه فتلتين وكده رقم 4. وهدخل هنا بالشكل ده وابدأ برضو اشتغل 6 مرات، او اسحب الخيط 6 مرات. كده بقى عندي بدل 8 غرزة بقى عندي 4. هنا هدخل من نص الشغل واخد غرزة سلسلة، وبعد كده النص التاني، وهبدأ اعد اطلع كده من 2 2. كده رقم 2، وده كده رقم 3، وده كده رقم 4. واطلع من نص الشغل واخد سلسلة، واطلع من النص التاني واقفل عليه بغرزة. هسحب الخيط لفوق وهنشتغل تناقص تاني. هدخل من النص كده 1 2 3 4 5 6. بعد ما كان معايا 4 هيكون معايا 2. هدخل من أول 2 وأسحب خيط بالشكل ده. بعد كده هدخل من 2 تانيين وأسحب خيط بالشكل ده. وبعد كده عندي غرزة الصدفة هشتغلها. نسحب الخيط 6 مرات. هطلع برضو من نص الشغل كده وهقفل عليهم بغرزة سلسلة، وهطلع من المجموعة التانية. وهنا طبعا بقى معايا 2 بس. 1 2.
وبعد كده هطلع من نص الشغل تاني وهقفل عليهم بغرزة سلسلة. وبعد كده اطلع من النص الاخير واقفل عليه. هنا طبعا معايا فتلتين انا جربت ان انا اشتغلهم تناقص انا في شغل تاني حلوة وكل حاجة، بس انا ما ارتحتش ما ارتحتش في الشغل ان انا اللي هو اللفه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. فيفضل ان انت توقفي شغلك لحد اللي هنا، ما تعمليش تناقص اكتر من كده تاني خالص. هسحب الخيط وهدخل هفوت المجموعه اللي انا واقفه عندها وهدخل في المجموعه التانيه دي. هنا كنت مطوله في الشرح شويه. هسحب خيط وادخل في المجموعه مش اللي أنا واقفه عندها، لا المجموعه التانيه. هدخل على طول كده وهعد 6 عادي خالص. 1 2 3 4 5 6 وهلف شغلي على طول. شايفين المجموعة التانية من فوق كده، من هو أسهل حاجة بالنسبة لك انت تعرفي تدخلي فيها. وهبدأ أدخل وأبدأ هنا أعد برضو. 1 طبعا دي بتكون صعبة شوية بس ايه معاش هتيجي. 2 3 4 5 6 بعد كده هسحب خيط وأطلع من نص المجموعة وآخد سلسلة. بعد كده هطلع من المجموعة التانية. دلوقتي هشتغل 2 غرزة سلسلة. 1 2 الفاصل ما بين المجموعتين. بعد كده هطلع من نص المجموعة التانية واخد سلسلة عادي خالص. وبعد كده اطلع منهم كلهم واقفل بغرزة. طبعا دلوقتي احنا عكسنا الشغل، هنعكس بقى هنشتغل في اللي بقت قدام عندنا دي. هسحب الخيط لفوق كده وهدخل هنا ابدأ اعد. 1 2 3 4 5 6 وعندي مكان الاتنين سلسلة هدخل في اول سلسلة اسحب خيط كده بنعوض اللي احنا عملناه متناقص. هدخل في السلسلة التانية برضو اسحب خيط بالشكل ده. وبعد كده هدخل في المجموعة التانية برضو وفي الصدفة واعد 6. 1 2 3 4 5 هي 6 سوري. هطلع من النص واخد سلسلة وهطلع من المجموعة التانية. وبعد كده اطلع بقى 1 2 وهطلع من نص المجموعة التانية واخد غرزة سلسلة. وبعد كده اطلع منهم كلهم خالص واقفلها عليهم. كده خلاص اشتغلنا 2 غرزتين في النص. عوضنا التناقص. دلوقتي هنخلي الاتنين دول هيكونوا معانا 4. هسحب خيط بالشكل ده وهدخل في نص صدفة وابدأ اعد. 1 2 3 4 5 6 هدخل في الغرزة من قدام كده عادي خالص زي ما بنشتغل. وفي غرزة فوقيها هدخل فيها اسحب خيط تاني. اللي جنبها هدخل فيها برضو بنفس الطريقة. ومن فوقيها في غرزة كده هدخل فيها اسحب خيط تاني. وكده بقى معانا 4 غرز بعد ما كان معانا 2. وهدخل في صدفة اشتغلها صدفة عادي خالص. نسحب خيط 6 مرات وبنطلع من نص الغرز بالشكل ده. هاخد سلسلة واطلع من النص التاني. بعد كده اطلع من اول فتلتين واعد 1 واطلع من 2 تانيين واعد 2 واطلع من 2 3 و4. بعد كده اطلع من نص الشغل واخد سلسلة. وبعد كده اطلع من النص التاني واقفل عليه. دلوقتي هنخلي الاربعة دول 8. هسحب خيط واشتغل عادي خالص. هدخل نص صدفة واعد 1 2 3 4 5 6 وهدخل في اول واحدة من الاربعة اللي عندي بالشكل واسحب خيط. ومن فوقيها الغرزة اللي فوقيها هدخل اسحب خيط وادخل في الغرزة الامامية بتاعتها التانية رقم 2. ومن فوقيها ادخل في الغرزة بتاعتها اسحب خيط
والغرزة رقم 3 وأسحب خيط من فوق، والغرزة رقم 4 من غرزة من عندها من فوق هدخل أسحب خيط، وكده عوضنا بقى ما عندي 8 غرز بعد ما كان 4، وهدخل جوه صدفة أعد 1 2 3 4 5 6، وهدخل كده من النص وأطلع وأسحب غرزة سلسلة. بعد كده أطلع من المجموعة التانية وهبدأ أعد 1 2 3 4 5 6 7 8. غالبا في حاجة غلط حصلت، إن أنا أخدت باين غرزة مع الأولانيين، فلما جيت عديتهم لقيتهم 7 بس اللي ظاهرين قدامي 7، فكان في غرزة زيادة داخلة مع المجموعة الأخيرة اشتغلتها لوحدها وبقى العدد 8 مظبوط. هدخل هنا وأطلع من النص آخد غرزة سلسلة وأطلع من المجموعة التانية وأقفل عليها كويس جدا، وبعد كده أسحب خيط وهبدأ أكرر نفس الشغل. يعني ده كده أول مجموعة في ال4، هسحب الشغل وهعيد. طبعا المجموعة اللي هي بدايتها 8 دول مش هعتبرها من العد، هرتفع بعديها 4 سطور اللي هي مكونة من صدفة و8 غرز، وبعد كده هكرر اللي هو السطر ده 4 مرات، ومش حاسبة اللي هو السطر اللي هو كان فيه التزايد ده. يعني السطر اللي أنا لسه اشتغلته من شوية ده مش حاسباه، اللي أنا بشتغله حاليا ده اللي هو رقم 1 في ال4. هنشتغل المجموعة دي هنكررها 4 مرات، وبعد كده نرجع نعمل تناقص عادي زي ما اشتغلنا قبل كده. هاشتغل معاكم السطر ده وهاكمل أنا باقي الشغل مع نفسي بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها من غير أي اختلاف عشان ما اطولش عنكم. عايزة أقول لكم الغرزة ممتعة، هي شوية باحس إنها شادة أعصابي، مش عارفة إن الشغل ده هو اللي بيشد الأعصاب والّا لأ، بس أنا يعني أنا بالنسبة لي الشغل كان ممتع، بس حاسة إن هو شدِّد الأعصاب شوية. هاكمل أنا هارتفع بنفس الطريقة اللي أنتم شايفينها دي من غير أي اختلاف خالص، وهارجع لكم أوريكم شكل الغرز هيكون عامل إزاي. هنا باشرح لكم وباقول لكم إحنا هنثبت 4 أدوار، والشغل الدور اللي فيه التزايد ده مش محسوب معانا. ده كده شكل الشغل بعد ما اشتغلته بنفس الطريقة، شايفين تحفة جدًا، شكله شيك جدًا، عشان كده باقول لكم إن هو ينفع حزام مش بيمُط معانا خالص، يعني مش هيوسع معاكِ، هيفضل معاكِ بنفس الشكل اللي أنتِ شايفاه ده. بجد، بجد الغرزة تحفة، يعني أنا بدأت بسببها أحب الشغل الكروشيه التونسي، يمكن كنت مستصعباه في الأول، لكن بجد، بجد الشغل ده حسسني قد إيه هو سهل جدًا. وهنا باوريكم إن إحنا ما بنعملش تناقص بعد الاتنين عشان ما يشدش عليكِ في الشغل. أنا جربتها مرة وحسيتها تعبتني أوي، لكن خليكِ ما تعمليش تناقص بعد الغرزتين. كده خلاص وصلنا للآخر، هاجي بقى هاقفل السرتيت، هاوصله البداية مع النهاية، هاحط الوش على الوش كده، ده الضهر، الوش أهو، هاحط الوش التاني عليه، هالف الخيط من تحت التوكة، وهادخل في نص الصدفة وأسحب خيط وأشتغل غرزة حشو، وهادخل من تحت التوكة وهادخل كده ما بين الغرز وأسحب خيط، هادخل من تحت التوكة وأدخل في الغرزة اللي عليها الدور، الفراغ اللي عليه الدور، وأشتغل غرزة حشو، وأدخل كده من تحت التوكة وفي الفراغ اللي عليه الدور وأسحب غرزة وأقفلها بغرزة حشو. هافضل ماشية كله بنفس الطريقة. طبعًا الغرزة اللي اشتغلنا فيها مش هتلاقيها تاني، فعشان كده الموضوع بيبقى سهل جدًا. أول حاجة بتلاقيها في وشِك على طول هي الغرزة اللي هي عليها الدور. هافضل كده مكملة بنفس الطريقة، طبعًا سهلة جدًا، التقفيل سهل جدًا زي البداية بالضبط.
هادخل هنا بقى، لأ لسه ما وصلناش للصدفة، هي الغرزة اللي قبل الصدفة، وهادخل من تحت التوكة كده وأدخل بقى في الصدفة نفسها، وبعد الصدفة ده اللي هي جوه الصدفة أهي، وبعد الصدفة هادخل في الآخر خالص بحيث إن الشغل يكون شكله مرتاح، ما تكونش شكله مش مظبوط معانا، وهاخد غرزة زيادة وهقص الخيط الزيادة اللي عندي. وهسحب الإبرة بالشكل ده، وهبدأ أنضف بنفس الإبرة، مش محتاجين إبرة تشطيب، هدخل ما بين الغرز كده وهشد الخيط بالشكل ده. وبعد ما أشد أدخل ما بين الخيط وأشد الخيط الزيادة اللي عندي، هضم الشغل كله في التوكة، يعني تشدي التوكة كده بحيث إن الشغل كله يتشد في حتة واحدة، وتقصي الخيط الزيادة اللي عندك. نظبط الجنبين كده، نعدل بقى شغلنا. ده شكل السيرتيت النهائي، بجد شيك جدا وتحفة جدا جدا. طبعا تقدري تعمليه بأي لون مناسب عندك، بحجم خيط مناسب، يعني الخيط اللي معايا ده خيط رفيع، ده إليس كريم، ممكن انتي تستخدمي أي خيط تاني تخين برضه، هيبقى شكله حلو جدا، وهيبقى كبير شوية بس هيبقى حلو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، مستنيين الفيديو اللي جاي إن شاء الله.